لو بتجهزي الفرح بنتك وعايزه تعملي بيتي فور في البيت كده احلى من بتاع المحلات واقل تكلفه بكتير، يبقى الفيديو ده ليك. النهارده هقولك على طريقه البيتي فور. بيدوب كده في البق دوب وطعمه خطير. مش بس كده، كمان شوفي الفيديو للاخر هتعرفي كل الاسرار اللي تطلع البيتي فور معاكي من اول مره، زي اللي انت شايفاه كده. شوفي طالع من العلبه كانه جاهز بالظبط. هتعملي البيتي فور من اول مره فعلا فظيع، وتفرحي بنتك كده وبدون اي تكلفه. تمام كده. لكن لو قبل ما نشوف الفيديو، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا، اعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنقول مع بعض المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا نص كيلو دقيق و400 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ. اهم حاجه يبقوا بدرجه حراره المطبخ، هو الجو حر شويه بس معلش. وبيضه كامله وصفار بيضه وكيس فانيليا و100 جرام سكر بودره يكون منخول. وهنحط ومعانا كمان معلقتين كاكاو غامق للتزيين عشان نزين بيه. هنشوف هنعمل ايه يعني عشان يبقى البيتي فور لونين. هقول لك كل حاجه ليه وازاي، وكل يعني ليه البيضه وصفاره وكل حاجه. شوفي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي كل المقادير وكل ايه، ويطلع معاكي البيتي فور تمام. طبعا انتوا عارفين ان احنا دلوقتي في موسم افراح وكده، فانا حبيت ايه نعمل مع بعض الفيديو ده. اول حاجه هنجيب الزبده بتاعتنا بدرجه حراره المطبخ، بتبقى زي ما انتم شايفين كده ساحه. ممكن تستخدمي زبده صفراء، ممكن تستخدمي زبده فرن، اي نوع انت حابه تستخدميه. ماشي. زبده فرن بتبقى ممتازه في الحاجات دي. تمام كده. وهنجيب العجان بتاعنا ونحط السكر، ال 200 جرام سكر بتوعنا، معلش انا اسفه، 100 جرام سكر بودر بتوعنا المنخولين، هنحطهم على الزبده ونبدا نشغل العجان. لو ما عندكيش عجان ممكن تشتغلي بالمضرب عادي جدا. هتفضلي تضربي فيه لحد ما تلاقي لونه فتح كده وناعم. هتحطي البيضه وصفار البيضه. ليه بيضه وصفار بيضه؟ البيضه دي هي اللي بتبقى متحكمه في نعومه البيتي فور. لو انت عايزاه ناعم جدا جدا ما تعرفيش تمسكيه، حطي بيضتين كاملين. عايزاه يبقى مظبوط ونعومته جميله كده، هتحطي بيضايه وصفار بيضايه. انا بعمل لك المقادير على نص كيلو، انت بقى اضربي النص كيلو ده، اعملي الكميه اللي انت عايزاها. تمام كده. هنستخدم معانا دقيق جميع الاستخدامات عادي جدا، او دقيق سنبله الفرات، حتى لو دقيق سايب جميع الاستخدامات، بس يكون مضمون معاكي، لان النواعم دي بالذات بتحب الدقيق يكون ايه، يكون تمام. احنا حطينا الفانيليا عشان البيض، كيس الفانيليا عشان البيض. هنحط بقى الدقيق بتاعنا كده ونبدا نشغل العجان عليه برده لحد ما ما يندمج كله مع بعضه. شايفين الخطوات سهله جدا جدا، سهل فوق ما انت تتخيلي. تمام كده. احنا شغالين، الجو يبقى حر شويه معلش، حاولي تشغلي مروحه او حاجه وانت شغاله. ده التيب اللي احنا بنعمل بيه. انا بستخدم التيب ده مقاس اف 6، وممكن لو عايزاه يبقى اكبر شويه تعمليه اف 7. تمام كده. هتبداي تحطي في الكيس وتشتغلي. في الاول الشغل هيبقى صعب عليكي شويه، لكن بعد كده الدنيا هتبقى تمام. ده بالنسبه للشغل بالكيس. لو انت شغاله بالكيس بتاع التزيين ده، ايه الفرق بين عجينه الكيس وعجينه المكنه بتاعه البيتي فور؟ مفيش فرق خالص، هي نفس العجينه بالظبط. الفرق ان اللي بالكيس ما بنسيبهاش تريح عشان ما تشدش مننا ومش هنعرف نتعامل معاها. لكن لو هنعمله بالمكنه نفس العجينه بالظبط، بس بنسيبه يريح ربع ساعه وبعد كده نبدا نشتغل بيه. خلصنا جبنا الصجان. ما بندهنش الصجان اي حاجه خالص نهائي، على ضمانتي. ما تدهناش اي حاجه خالص على ضمانتي. نبدا بقى نجيب الكاكاو بتاعنا ونحطه. احنا خدنا النص بتاعنا سيبناها بنفس اللون الابيض بتاعنا. هنجيب بقى الكاكاو بتاعنا ونحطه على النص التاني من العجينه، ونبدا برضو نشتغل بنفس الطريقه بدون ما نحط اي ماده دهنيه في السجان. في صواني الافضل طبعا يفضل انها تكون الومنيوم. تمام كده. طبعا انتوا عارفين ان احنا في موسم افراح دلوقتي والدنيا غاليه جدا جدا، فعشان ام العروسه تعمل العروسه بقى الكحك والبسكوت والحاجات دي هتجيب باسعار بجد غاليه قوي قوي قوي. احنا برضو في البيت هنعملها باسعار معقوله، وهتبقى بجد يمكن اقل من النص، وهتطلع تحفه. انا حاطه هنا في الصينيه، حطيت في الصينيه زي ما انتوا شفتوا، حاطه واحده فاتحه مع البني. ليه؟ عشان لما تستوي نعرف، لان البني ما بيبانش شكلها انها استوت. فلما هنلاقي الفتحه لونها بان من تحت في الفرن انها استوت، هنعرف كده خلاص، يبقى الصاج كله استوى. تمام. في انا حطيت ده اللي هو البني والاصفر ده بيبقى في الاخر بتاع القمع، بيبقوا الاثنين مع بعض. طلعناها من الفرن. بنحط الفرن بتاعنا درجه حرارته بتبقى 200، بياخد حوالي 10 دقايق. خدي بالك منه كويس جدا عشان احسن يتحرق منك. ماشي. 10 دقايق بس على درجه حراره 200 بيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنبدا بقى نزينه. بنجيب شوكولاته
خام سما مثلا او اي نوع من انواع الشوكولاته، وبتسيحيها على حمام مائي ومعاها معلقه زيت. لو عندك ميكروويف هتحطيها في الميكروويف 5 دقايق، هتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. وطبعا بما اننا في الحر فهتسيح بسرعه جدا. وهنجيب بقى عندنا مثلا مكسرات سوداني، انا جايبه سوداني وشوكولاته فرماسيه، وممكن جوز هند. طبعا اي نوع مكسرات بقى عشان هي عروسه، ممكن تظبطي الدنيا، تحطي فستق، تحطي لوز، وبتجرشيه او بتدوقيه كويس. وبتشوفي بقى، شوفي انا بعمل ايه، بتجيبي كل اتنين تلزقيهم مع بعض بالشوكولاته كده اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعدين بنحطها في المكسرات بتاعتنا او في الشوكولاته الفرماسيه بتاعتنا. تمام كده. انا كان عندي كام لوزيه كده، قلت احطهم برضو يدوا منظر. ممكن برضو في ناس بتحب تلزقه بالمربى، ممكن تحطي مربى فراوله، مربى مشمش، ماشي. لكن انا بصراحه بحس ان هو بالشوكولاته بيبقى اجمل بكتير. كده احنا خلاص. طبعا لو الفيديو عجبك احنا ممكن نعمل سلسله كامله للنواعم بتاعه العروسه، نعمل الكحك ونعمل البسكوت، نعمل الغريبه. يعني لو الفيديو عجبك يا ريت تعرفيني. زي ما انتم شايفين كده. شويه بقى معلومات نقولهم على بعض عشان خاطر يطلع معانا البيتي فور بالشكل اللي انت شايفاه، يطلع حاجه ممتازه اجمل من بتاع المحلات. اول حاجه خالص ان احنا بنشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 200، ماشي كده. التزيين زي ما قلت لكم بقى شوكولاته او مربى، لكن الشوكولاته افضل. ما بنحطلوش اي مواد رافعه. ايه هي المواد الرافعه؟ اللي هو البيكنج باودر او البيكنج صودا. ما بنحط زي ما انتم شفتوا انا حاطه فانيليا بس. تمام كده. بنحط صفاره بيضه وبيضه كامله. الدقيق بيكون جميع الاستخدامات استخراج 72%، ماشي كده. عشان يطلع معاكي ممتاز في التسويه، بعد ما بنرص الصينيه بتاعتنا بنحطها في التلاجة حوالي نص ساعه. بتطلع بقى، بتبقى شدت نفسها كده وتخش الفرن، تطلع بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا انت هتروحي عند بتاع الحلويات بتشتري بقى، بما انك هتوديه بقى لبنتك كده ويبقى حاجه مشرفه وكانك جايباه من بره كمان قدام الناس يعني. فهتجيبي العلب دي، بتشتري العلبه بحوالي، مش عارفه والله دلوقتي ثمنها كام، هو العلب دي عندي بقى لها فتره يعني بحوالي، انا كنت جايباها بحوالي حاجه و20 جنيه او ب20 جنيه حاجه زي كده، لكن مش عارفه الاسعار دلوقتي ايه. ترصيها في العلب، مش عايزه ترصي في العلب بترصي بقى في صواني او في زبيته زي ما انت عايزه ايه توديها يعني. ارجو ان الطريقه تكون عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله كده ربنا يفرح كل العرايس اللي في الدنيا. ويا ريت بقى الناس الحلوه اللي باقيه معايا لاخر الفيديو ما تنساش لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده، واقول لكم ايه، سلام.